وقائع ميدانية جديدة، أم أنها يعني مجرد رسائل ضغط مرتبطة بالمفاوضات الجارية؟ لا يوجد هناك اصلا مفاوضات بالشكل الحقيقي، لانه لا يوجد اي طرف يجلس على الطاوله ندا بند مع الاحتلال. لا يوجد اي طرف الا منظمه التحرير. اما فصائل العمل الوطني كانت تجلس لابلاء يعني اشتراطات بشكل واضح، سواء في القاهره او حتى في الدوحه. كان يملى على حركه حماس ويعني الجهاد الاسلامي بشكل واضح. وحتى ان اتت الفصائل البقيه هي تحضر اجتماعات يكون منهي الامر، بمعنى اخر انه كل ما يصرح به سواء الاطراف او الولايات المتحده نكون نحن المشاهدين المستمعين له، ومن ثم ياتوا بالاحزاب الاخرى. يعني حركه حماس بتجيب باقي الاحزاب او الفصائل اللي بتجري وراها وبتسمع زينا زي العالم بالضبط. يعني احنا بنكون شايفين القرارات، بكون بومبيو مصرح، بكون ويتكوف مصرح، بكون ترامب نفسه مصرح شو اللي جرى، وبالاخر بنسمع بعد يومين انه هناك لقاء للاحزاب، وبالتالي نعم. هم ياتوا للاستماع للنصوص التي فرضت. الطرف الوحيد الذي كان يجلس على طاولة التفاوض ندا بند هي منظمة التحرير. لا أقول ذلك أنا دفاعا عنها، ولكن يعني هي التاريخ وهي الوقائع وهي الاجتماعات مع منظمة التحرير بشكل واضح منشورة ومعروفة. وحتى قطر عملت عليها حفلات قبل هيك، وقالوا تسريبات من ويكليكس وغيره. وبالتالي الأمر واضح ولا يحتاج حتى من أي محلل سياسي فرضه. السؤال الأهم هي لماذا كانت تقبل كل هذه الخسائر؟ لماذا نتنياهو يتحدث عن اشتراطات؟ لأنه يريد أن يضع عراقيل لدى الطرف الفلسطيني وتحديدا لدى حركة حماس. ولكن حركة حماس نفسها هالمرة قالت إنه إحنا جاهزين نسلم، لأنه ما في شيء أصلا يسلموه، لا في مؤسسة ولا في مدرسة ولا في جامعة في قطاع غزة ولا في نعم. مبنى حكومي. ما فيش أي شيء في قطاع غزة. 85% من مباني قطاع غزة سواء الحكومية أو المدنية أو تبع السكان يعني كلها واقعة. وبالتالي هي ذرائع ويعني التفنيدات نتنياهو بحق ذات نفسه. وحتى موضوع السلاح ليس دفاعا عن حماس هنا، هي حماس تمتلك طيارات ودبابات عشان نعمل موضوع سحب السلاح. موضوع سحب السلاح هو إقناع العالم من قبل نتنياهو بأن الشعب الفلسطيني هو شعب إرهابي. ترامب لما بيحكي يولدوا حركة حماس وبيدهم أسلحة، هو تضخيم شيء غير موجود. هو شوية الأنفاق وتدمرت غزة عشانها. أما موضوع السلاح